هاي انا ساره. لما مرة تشوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور من نفسنا وازاي نكون احسن نسخه ما احنا عليها. فيديو النهارده خاص بالبنات شويه، وبقالي كتير مصورتش. كل الفيديوز اللي بنزلها لكم كانت بتبقى من قبل كده، فبقالي كتير ما عدتش قدام كمان وصورت، وكمان بصور الصبح فدي حاجه مش طبيعي بتاعي يعني. اول حاجه عايزه ابتدي بيها هو ان انا شكلي التحفه اللي الناس كلها بتحكي لي عليه ان انت اموره وجميله ومفيش زيك اتنين وانت حلوه قوي وانت تحفه قوي. شكلك بقى ده لوحده مش كفايه. يعني ايه يا ساره؟ يعني شكلي الحلو قوي، ان انا شكلي جميل قوي، ده جزء كويس هيساعدك في الحياه، تبقي محظوظه انت ان انت شكلك كويس فهيساعدك في حياتك. لكن شكلك الحلو الكويس ده مش كفايه خالص، وجمالك لوحده ما تعتمديش عليه. يعني انا شاطره، انا كويسه، دي حاجات لازم احطها جنب ما انا تحفه وشكلي جميل. شكلي جميل كجمال، انا شكلي تحفه برنسس لوحدي زي الفل، بس لوحده ده مش هيمشي. يعني انت لما بتبقي قاعده كده في مكان وتلاقي فيه بنوته، ممكن البنوته دي بالنسبه لك تكون شكلها مش من معايير الجمال خالص، معايير الجمال المجتمع او الناس بتقول عليها. انت في كل الحاجات دي، بس في بنوته داخله المكان ده يمكن مش احسن ما انت شايفاها وتحسيها لا لا، يعني صعبه، مش عاجباكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ وتلاقيها البنوته دي داخل معاها واحد مثلا جوزها ولا خطيبها، امور تحفه، الراجل شيك، طول بعرض، جنتلمان في نفسه، وهي داخله معاه يعني ايه؟ يعني زي يعني تمام، هي بالنسبه لك مش هي دي خالص. المفروض كان يبقى معاه، المفروض يبقى انا اللي اكون معاه. وفي ناس بتبقى الموضوع ده عندها اللي هو يعني ايه ياخد دي ومش عارفه ايه وحوارات كده صعبه. ليه بقى البنت دي وليه مش انتي؟ عشان جمالك لوحدك ما تعتمديش عليه. يعني اعمل ايه؟ يعني انا كساره بشتغل على كذا وكذا وكذا وكذا، وشكلي الحلو اللي مخليني تحفه ومديني نسبه ان انا برضو لما ادخل في مكان شكلي التحفه او ان انا شويه حلوه، ده هيساعدني في الحياه. ممكن اتقبل في الشغل عشان شكلي ماشي، دي مره، بس في حاجات تانية مش هينفع تعمليها عشان شكلك تحفه فهتعتمدي عليها. اول حاجه انت تبقي خايفه، يعني انت دايما تبقي خايفه ان انا اكبر فوشي يبوظ فشعري مش عارفه يقع فمش عارفه ايه، فدايما يبقى عندك خوف ودايما تبقي مرتعبه انك تكبري، فدايما بتعملي اي حاجه في وشك في اي حاجه في جسمك عشان بس يفضل شكلك الحلو اللي الناس واخداه عنك فهو موجود. فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه وهو ان انا في ناس بشوفها فعلا مش احسن حاجه شكلا او مش معايير الجمال، بس بتبقى ناجحه عني في حياتي. ليه؟ اولا عشان في حاجه اسمها انا عندي مهارات ازاي بتعامل مع الناس، انا عندي ان انا اقدر العبك، انا عندي ان انا اضحك على الناس، مش بضحك عليهم كغشهم، بس انا بعرف انا ده اعرف اتعامل مع ده واعرف اتعامل مع ده، وده لو بيزعق فانا هعرف اخده بالحنين، وواحد تاني لو تعبان وده هعرف اتكلم معاه واعرف اطبطب على ده. عندي مهارات من الاخر، بعرف اتعامل. قاعده في مكان في انترفيو انا قاعده المدير بيسالني اسئله لان لغه الجسد بتاعتي مش مدياني اي حاجه ان انا متعصبه، انا مش متوتره، انا مش خايفه، انا مش ايديا كده بتخبط في بعض ورجلي وعرقانه مش قادره وهيغمى عليك وانت بتعملي انترفيو. ما انت ممكن تبقي حلوه بس ما عندكش اي مهارات من التواصل، ولا عندك اي مهارات من انك تخليكي تشتغلي في شركات عاليه او تخليكي تتعاملي مع الحياه او مع المجتمع. ايه يعني شكلي تحفه بس انا فاقده لحاجات كتير قوي قوي قوي. في بقى بنوته اللي هي بتبقى مش عاجباكي او اللي هي بالنسبه لك ايه دي، يعني واخده واحد تحفه قوي بس هي عاديه. ليه بقى؟ عشان هي مثلا روحها كويسه، عشان هي مثلا شاطره، عشان هي مثلا بتشتغل في الشغل على نفسها من ناحيه حاجات تانية. انت بس واخده اللي هو انا ادامها تحفه فخلاص انا كده كل الدنيا هتبقى تحت رجلي. دي حاجه كده ممكن تيجي لحد مره، بس ده مش المفروض وده مش المعيار اصلا اللي موجود في الحياه. فشكلك الحلو هو هيساعدك بنسبه 50%، هيساعدك. لكن انك تعتمدي عليه كليا، انا هيتقدم لي شخص احسن واحد في الدنيا عشان شكلي حلو، بس ممكن يكون ما عنديش صفات كويسه، ممكن يكون انا صعبه التعامل معايا. فايه يعني شكلي حلو بس هو مش هيقدر يتعامل مع شخصيه ساره، فخلاص كده يعني روح الجمال مش مهم الجمال، فاهمه؟ فعادي ليه بنات بتبقى حلوه قوي قوي وبان قوي عليها ان هي مثلا البنوته دي ممكن تكون مثلا متجوزه ولا معاها اطفال ولا مخطوبه ولا هكذا، وتطلع ما فيهاش اي حاجه، يعني ولا مخطوبه ولا متجوزه ولا اي حاجه، رغم ان هي قمر. هي بالنسبه لك دي معايير الجمال المجتمع حاططها بجد. ليه بقى ما بتبقاش الحته دي؟ عشان من الاخر في مهارات تواصل مثلا فقدها، او عشان خاطر هي قاعده في البيت مستنيه الشخص اللي هيجي يعني هيعمل الحياه من اول وجديد وهيعيدها هو عشان هي بس حلوه. الجمال موجود، الواحد بيعوز، بس ده مش ان انا ابقى شكل حلو هو دي الحياه، مش هو دي. في حاجات تانية لازم انا احطها من عندي، لازم انا اوسع دماغي
طريقه تفكيري، ازاي اكون منفتحه على الحياه. انا الشخص اللي هيقعد يتعامل معاكي ايا كان كصديق ولا شخص هياخدك ولا ايا كان هو جاي ليه، او هو مثلا مين انتي صاحبتك دي بتتكلم معاكي ليه، ما هي لو لقيت ان عقليتك صعبه قوي هتقعد تبص لشكلك الحلو، لا خلاص مش هتتعامل معاكي اصلا. هتلاقي انت ممكن تكوني انت شخص اصلا صفاتك صعبه، انت ما عندكيش انك تقعدي تقنعي الناس دي بحاجه، ما عندكيش مثلا إن في الشغل عندك صبر، ما عندكيش مش عارفه ايه، بتتعصبي بسرعه. طب ما هو انا مش عارفه اتعامل مع كل الناس دي، كل ما يجي حد يكلمني هتعصب عليه، كل ما حد يجي يعمل لي هتعامل معاه. هل شكلي الحلو ده هيخليني مثلا الناس تسكت وتقول لا اعصابها عشان دي اموره، ولا دي المجتمع قال ان هي تحفه والمعايير الجمال اللي هي فيها تخليني ان انا اسكت ان انت تتعاملي عليا؟ لا طبعا، لا ولا ولا طبعا. فشكلك الحلو ما تعتمديش عليه، عشان كده كده يعني كل ما بنكبر بيبقى عندك انت خوف اكتر، اللي هو هي لا انا خايفه اكبر، انا خايفه وشي مش عارفه ايه، انا خايفه شعري يعمل ايه، انا خايفه جسمي يتخن. وده وارد قوي ان ممكن في اي لحظه حد يجيله اي حاجه ويقعد تعبان شويه فيتخن في الجسم ويبوظ. فراحت كده الجمال، راحت انت القيمه بتاعتك كلها راحت في انك كان شكلك حلو وراح او باظ او حصل لك حادثه، حصل لك اي مشكله. فالشكل مش لوحده الحياه، شكلك تحفه فهو هيساعدك، لكن في حاجه تانية جنبها تبقى موجوده عشان انت بتشوفي الناس تاني المفروض ما تستحقش اللي هي فيه، وازاي هي واصله كل الكلام ده عشان خاطر هي ربنا كرمها، وعشان خاطر هي بتتعب على نفسها، عشان هي بتطور من نفسها، عشان هي بتوسع، عشان هي عندها صفات، عشان عندها مهارات تتعامل مع الناس. فلو كل ده مش موجود فيكي فالناس مش هتقدر تتعامل معاكي عشان شكلك التحفه، عشان هي هتبقى منبهره في الاول، منبهره بشكلك التحفه وقد انت جميله، بس اول ما تيجي تتعامل معاكي وتتكلم معاكي ممكن تلاقي دماغك فاضيه، ما فيهاش اي حاجه، مش عارفه انت دماغك فاضيه فعلا، عشان انت كل همك الميك اب والشعري وجسمي وازاي، دي جزء بس مش دي الحياه. تمام؟ فشكل التحفه هيساعدني، بس لو انا ما حطيتش جنبه حاجات تانية، ما اهتمتش بشغلي ولا بدراستي ولا بحاجات تانية، مجرد ان انا شكلي تحفه فاي حد هيبقى هيموت عليا واي حد هيبقى عايزني، ده جزء، بس لو الجزء التاني ما كملش فاوكي انت هتفضلي يعني هتبقي عارفه اللي هو دايما انت بدوامه ان انت خايفه تكبري وخايفه تعملي وخايفه الجمال ده يروح، ودايما شاغله نفسك بدماغك بشكلك بمظهرك، بس انت فاضيه. فلما اجي اتكلم معاكي دماغك صعبه مش عارفه اتناقش، انت في حته وانا في حته، لو وقت انا قاعده بكلمك فاسلوبك مش احسن حاجه، فكل ده مهم. شكلك التحفه حلو زي الفل، بس ده مش كفايه. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، اتمنى ان احنا نفهم ان انا حتى لو انا مش بمعايير المجتمع اللي انا تحفه وقمر وانا بالنسبه لهم مش احسن حاجه في الشكل وفي جمالي، شكلك اللي مضايقك ده مش هو الحياه. في ناس بتاخد من جمال الروح اللي جوانا، مش لازم يبقى كل حياتي معتمده ان انا بس يبقى شكلي حلو. انا اهتم بنفسي، اهتم بشعري، اهتم بجسمي، اهتم بوشي، احاول انا اعمل الحاجات اللي المفروض انا اعملها، ماليش دعوه بقى شكلي حلو شكلي مش حلو، انا مش من معايير المجتمع اللي هو الجمال وازاي يبقى انا بيضه وحلوه، ولو انا مش بيضه يبقى انا كده وحشه. كل الحاجات اللي المجتمع بيفرضها عليكي دي مش بتاعتك. انت هتهتم بنفسك، انت هتعلم من قدراتك، انت هتبقي دماغك كويسه، عندك مهارات، اتعاملي مع الناس، شوفي الناس بقى كلها هتبقى بتعاملك ازاي، لان مش كل الناس عموما دلوقتي كمان بقت بتبص على الشكل بس، اهم حاجه الصفات، واهم حاجه الشخص يبقى مريح في التعامل مع اي حد. شوفوا الفيديو جديد، مش تعملوا لايك، اشتراك في القناه. باي باي.